وده اللي أكده عالم النفس دانيال جولمان في كتاب الذكاء العاطفي لما قال إن من أهم النضج النفسي إن الواحد يبقى قادر يتحكم في انفعالاته وقت غضبه، لأن الإنسان اللي بيفقد سيطرته على مشاعره غالبا بياخد القرار الغلط. وعشان كده الهدوء مش ضعف، الهدوء ممكن يكون أعلى درجات القوة. ولأن العصبية سهلة، أي حد ممكن يغضب ويتعصب ويكسر، ولكن مش أي حد يعرف يتحكم في عصبيته. بتحب الأفلام صح؟ عارف فيلم الجزيرة ومنصور الحفني والسلاح والكلام ده؟ طيب كل الشخصيات كانت شايفة إن القوة معناها السلاح، واللي يخوف الناس هو اللي يكسب، ولكن في النهاية كل واحد دفع ثمن العنف. وكأن الفيلم بيقولك إن العنف ممكن يكسب معركة ولكن مش هيكسب الحياة. ولو خرجنا بره السينما المصرية، كلنا عارفين فيلم الجوكر وباتمان تقريبا 2008. بص على شخصية باتمان كان قادر يقتل الجوكر في أي لحظة ويخلص المدينة منه، ولكن ليه ما قتلهوش؟ لأنه كان عارف إن أول لحظة هيختار فيها تبقى القوة فوق المبدأ هيفقد الفرق بين المجرم والبطل. حتى في المشهد اللي وقع الجوكر منه وكان هيموت، باتمان أنقذه. وده درس مهم جدا، القوة من غير مبدأ بتتحول لعنف، ومن غير عقل بتتحول لتهور.